اللي انا هقوله لك ده هتعمل بيه النهارده بكره بالكتير، وهتشيره عشان انا اخد الثواب وانت تاخد الثواب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا: الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. يعني عارف الخطيئه دي، الذنب ده اكنها نار كده. عايزك تتخيل ان في نار قدامك، وانت رحت جايب جرد الميه ورحت رميه على النار، ايه اللي هيحصل فيها؟ ما بقتش موجوده. بالظبط كده الخطيئه بتاعتك. لما تيجي تطلع صدقه، الصدقه دي هتنزل زي الميه على النار دي، فهتطفيها خالص. الصدقه دي انت مش متخيل ممكن تعمل فيك ايه. وعشان تبقى فاهم، الصدقه على قدك يسبق جنيه 100,000 جنيه على حسب الفلوس اللي معاك. فتصدق باللي تقدر عليه. عارف ازازه ميه ساقعه والله العظيم في الحر اللي احنا فيه ده، لعامل من العمال اللي بينظفوا في الشارع ربنا يبارك في عمرهم، او لو انت الراجل اللي بيجي لك لحد عندك، الشباب اللي شغاله في الدليفري وفي الاماكن دي، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم. الناس دي بتجتهد وربنا ان شاء الله هيوسع عليها ويرفع قدرها يا رب، لان هو عايز يشتغل بالحلال، غيره اشتغل بالحرام وكبر دماغه. فده لو تديله زياده والله العظيم احنا اللي محتاجين، اقسم بالله انا وانت اللي محتاجين الصدقه. وبكره بالكتير تتصرف في الموضوع ده واللي غيرك، عشان انا وانت والناس كلها تاخد الثواب.